ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل الكنافة الترند الجديد المكشوفة. طريقتها سهلة جدا وفي نفس الوقت هي لذيذة قوي، وبعدين غالية قوي في المحلات، بيقولوا ب700 جنيه وب800 جنيه. مش هتكلفك اقل من ربع تمنها، يعني هي كيلو لبن مع نص كنافة مع نص فراولة، 2 باكو كريم شانتيه وشوية دقيق وبحاجات كده بسيطة من البيت. يلا نبدأ. نص كيلو كنافة هتطلعيه من الفريزر، هتقطعيه حتت كبيرة كده وبعدين حطيه في الكبة لحد ما يبقى ناعم خالص بالشكل ده. حطيه بقى على نار هادية كده مع 3 معالق سمنة كبار، وقلبي لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح. النار تكون هادية وقلبي باستمرار. بعد ما اخد اللون الذهبي الفاتح ده حطيت له نص كوباية شربات. قلبي بقى الكنافة بالشربات كويس ونزليها على كده. بعد كده هنبطن البولة اللي هنستخدمها بكيس مطبخ بالشكل ده، وحطي كوباية مقلوبة كده، وبعدين حطي بقى الكنافة وابدأي اضغطي عليها بالمعلقة كده وبإيديكي. خلي الشكل بتاعها يبقى منتظم كده والحرف من فوق برضو منتظم. وبعد كده شيلي الكوباية. هوريكي دلوقتي شكلها هيبقى عامل ازاي. شيلي الكوباية وسوي مكانها بالشكل ده، وادي شكلها اهو. هندخلها بقى الفريزر شوية على ما نكمل باقي المكونات بتاعتنا. المهلبية بتاعتنا 3 كوبايات لبن حليب يكون كامل الدسم. ضيفي لهم معلقتين سكر ومعلقتين دقيق ومعلقتين نشا، وقلبي على البارد كده، وبعدين ارفعيهم على نار هادية وقلبي باستمرار برضو لحد ما تاخد القوام الكريمي الجميل ده. قبل بقى ما تنزليها خالص، يعني خلاص هننزلها، حطيت 3 مكعبات شوكولاتة بيضة حوالي 50 جرام، وقلبتهم كده. السخونة بس بتاعت المهلبية هتسيح الشوكولاتة، وهنحط بقى الفانيليا وننزل. خلاص كده عملنا المهلبية. حطيها بقى في بولة بره كده وغطيها علشان الوش ما يعملش طبقة ناشفة كده، وسيبيها بقى لحد ما تبرد خالص. في بولة تانية حطيت 2 باكو كريم شانتيه، معاهم معلقتين كبار لبن بودر ونص كوباية لبن حليب ساقعة قوي. واضربي بقى بالمضرب كده على سرعة هادية، وبعدين علي السرعة شوية لحد الكريمة ما تاخد القوام الحلو بتاعها، اللي هو نرفع كده تلاقي المنقار. اي بقى خلصنا اهو. دخلته التلاجة على ما نقطع الفراولة. الفراولة دي نص كيلو، غسلتها كويس قوي، وبعدين بتبدأي تقطعيها كده شرايح بالطول أو مكعبات زي ما يعجبك. المهلبية بردت خالص، حطيتها على الكريم شانتيه وبالمضرب بقى اضربي 5 6 دقايق لحد القوام ما يبقى كريمي خالص، وبعد كده ضيفي الفراولة وقلبي كويس. طلعي بقى الكنافة من التلاجة وحطي الكريمة كده فيها. خدي بالك وانتي بتحطي الكريمة حطي طبقة طبقة، يعني حطي شوية اضغطي عليهم وبعدين حطي شوية تاني لحد بقى ما نخلص كده. وبعدين هنحط الكنافة على الوش، نغطي البولة كده بالكنافة، واضغطي بقى بالراحة طبعا عشان الكريمة ما تطلعش مننا. وهنغطي بقى البولة بتاعتنا كده بالكيس النايلون وندخلها الفريزر مش أقل من ساعة. بعد الساعة بقى طلعي البولة بتاعتنا كده وابدأي اقلبيها. طريقتها سهلة خالص وبسيطة وهتظبط معاكي من أول مرة. ما أنا أول مرة أعملها طلعت تحفة. شوية الكنافة الباقيين حطيت في طبق من تحت كده، وبعدين حطيت الكريمة الباقية وطبقة كنافة تاني وزينت بالفراولة. كان ممكن أعملها مكشوفة صغيرة للأطفال، يعني كان ممكن بس أنا ما نسيت يعني. يا ريت تعمليها كده، اللي هيتبقى معاكي اعملي بنفس الطريقة اللي عملناها في البولة الكبيرة، اعمليها في البولات الصغيرة دي. حطي فنجال صغير واعملي بقى للأطفال، هيبقى شكلها جميل قوي، هيفرحوا بيها قوي، وقلبيها لهم برضو. قلبتها بقى الشكل ده اهو. وتشيلي بقى الكيس النايلون وتزيني الفتحة اللي هي المدورة دي كده اللي باينة الحتة دي بالفراولة. فراولتين 3 كده فتحتهم بالطول وحطيتهم كده، وبعدين زينت الحروف بالبندق المطحون كده، سوري الفستق. وتقطعي بقى وتقدميها حلوة حلوة جميلة، لازم تعمليها. وزي ما بقولك هتظبط معاكي من أول مرة، وبألف هنا، وما كلفتناش حاجة يعني. أقل من ربع تمنها، وفي نفس الوقت حاجة حلوة لذيذة جدا. وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.